شنو هي جروح الطفولة؟ في الأساس جروح الطفولة هو معاناة كيعيشها الإنسان وكتبدا ملي كيكون صغير بزاف، وغالبا فاش كيكون السن ديالو ما بين عام و3 سنين. يعني السن اللي الغالبية فينا ما عاقلينش عليه أصلا، ولكن الأثر ديالو كيبقى مرافقنا حياتنا كاملة. وخلال هاد السن كيتحدد جزء كبير من معالم الشخصية ديالنا. الجرح كيظهر ملي الإنسان وهو صغير كيحس بعدم التقبل لواحد الموقف تعرض ليه، واللي كيتولد عليه واحد الإحساس مؤلم، سواء كان إحساس بالذنب، بالخجل أو بالرفض أو غيرها. هنا عدم التقبل كيعني أنه كيقاوم المشاعر المؤلمة اللي يحس بها خلال ذاك الموقف، لأنه ببساطة إحنا كأطفال ما عندناش الخبرة الكافية والقدرة باش نعرفوا نتعاملوا مع هذه المشاعر اللي بالنسبة لنا مشاعر عملاقة. وباش يوضح لكم المفهوم أكثر، غادي ناخدو كمثال شخص كيعاني من جرح الرفض. بطبيعة الحال جرح الرفض مازال غادي نهضروا عليه بشكل مفصل، فيديو مخصص ضمن هذه السلسلة. المثال كالتالي: إذا كان الأب ديالك ملي كنتي صغير ما كيعطيكش الاهتمام الكافي أو ما كانش كيعبر لك على الحب ديالو، فأنت كطفل كتحس أنك مرفوض. هادشي بطبيعة الحال كيوقع بطريقة غير واعية سواء منك أو من الأب ديالك. فإذا الأب ديالك مثلا عبر على الغضب تجاهك أو أنه فقط تجاهلك، كتولي تلقائيا كتحس بالانزعاج منه والنفور. بما أنه في غالب المجتمعات الأطفال كيعتبروا الوالدين ديالهم مثاليين وما كيغلطوش، هنا انت كطفل كتولي ترجع اللوم لراسك وكتولي تعتقد باللي انت هو السبب في تأزم العلاقة، وباللي انت طفل غير صالح. هادشي كيتولد عليه واحد الإحساس بالذنب، وكتولي كتظن أن المشكل فيك انت كطفل. وكنتيجة لهادشي كامل كتلقى راسك أنك كطفل كتولي تقاوم دوك المشاعر د الرفض والغضب اللي عندك تجاه الأب ديالك، في حين أنه ببساطة الأب ديالك من حقه أنه يرفضك، وانت من حقك أنك تنزعج من الرفض ديالو. ملي كتكبر كتلقى راسك أنك كتخبي هاد الجرح عن طريق واحد القناع اللي كتلبسو واللي كيخليك تتهرب من المواقف اللي ممكن تتعرض فيها للرفض، لأنك ما بغيتيش تعاود تختبر نفس المشاعر المؤلمة اللي عشتيها مع الأب ديالك. وكل ما حاولتي تتهرب من هاد المشاعر وكل ما قاومتيها، كل ما الكون رسل ليك أشخاص كيرفضوك بنفس الطريقة، وكل ما تكررت المواقف اللي كتعيش فيها حالة رفض. كنتمنى أن هذا المثال يكون عاونك تفهم الديناميكية اللي كتخلي الجرح والقناع المصاحب ليه كيتكونوا، وكيفاش كل ما زاد السمك ديال داك القناع كل ما تكررت المواقف اللي كتفكرنا في الجرح، وبالتالي كل ما تزادت المعاناة ديالنا. ودابا نساو هذا المثال ونرجعوا للموضوع الأساسي. خاصك تعرف باللي جرح الطفولة كيبان بالأساس من خلال الإحساس ديالنا حنا، وليس من خلال الفعل ديال الشخص. كمثال، يمكن أن الأم ديالك كانت كتفضل خوك عليك. هذا الفعل اللي قامت به الأم هو عبارة عن ظلم، لكن فاش كنجيو نسولوك انت كنلقاو أنك حسيتي بأنك مرفوض. إذا هنا كنهضروا على جرح الرفض وليس جرح الظلم. باختصار، ماشي التعريف المتعارف عليه للموقف هو اللي كيحدد نوع الجرح، ولكن التفسير والتصور اللي عطيتي ليه انت كطفل والطريقة اللي عشتي بها داك الموقف. علاش الجرح كيبقى مرافقنا حياتنا كاملة؟ كما قلت سابقا، هادشي كيرجع لأننا كنقاومو واحد الإحساس اللي نتج على موقف معين في فترة الطفولة. ملي كنهضروا على تكرار النمط، هادشي ما كيعنيش أننا حنا ضحية وأن كاع الأشخاص اللي كنتلاقاو بيهم كيديروا هادشي عمدا باش يأذيونا، ولكن حنا كنكونوا عندنا حساسية مفرطة من داك الموقف، وبالتالي كتلقانا ممكن غير موقف صغير يقدر يفيق هاد الجرح ويرجع يعيشك نفس المعاناة اللي عشتيها وانت صغير بنفس الحجم الكبير. هنا كيكون الطفل هو اللي كيتعامل مع الموقف ماشي الشخص البالغ.
نرجعوا لمثال جرح الرفض. نفترضوا أنك كتعاني من جرح الرفض وكتهضر مع الصديق ديالك عبر رسائل نصية. مثلا الصديق ديالك تأخر في أنه يجاوبك، هذه مسألة عادية جدا. شخص آخر اللي ما عندوش نفس الجرح غادي ينسى الموضوع ويمشي يعيش حياته وما غاديش ياخد الموضوع بشكل شخصي. ولكن انت غادي تلقى راسك كتفكر بزاف علاش هو خلاني كنتسنى، اذا انا مرفوض من طرفه. وباش تتهرب من هذه المشاعر المؤلمة غادي يمكن تبلوكيه او تولي نتايا كتهرب منه. الى جينا نشوفه غادي نلقاو بان هذا موقف بسيط جدا. عادي انه الناس ما يجاوبوكش في الوقت او انهم ما يجاوبوكش كاع او يمكن انهم يتجاهلوك. المشكل اللي كاين هنا هو انك انت كتضخم الامور. علاش؟ لان هذا الموقف اللي بسيط اللي وقع لك اليوم انت كشخص بالغ كيفكرك في ذاك الموقف اللي كان وقع لك ملي كنتي صغير، ملي حسيتي بالرفض من الاب ديالك. وبما انك كنتي صغير كنتي عشتي ازمه نفسيه، الا ممكن نقولوها بهذا المعنى، عشتي ازمه نفسيه في ذاك الوقت. يعني أنك أي موقف بسيط غادي يوقع لك اليوم اللي غادي يفكرك في ديك الحالة اللي عشتيها وانت صغير، هادشي بطبيعة الحال كامل كاين في اللاوعي ديالك. أي موقف بسيط غادي يخليك أنك تحس بأنك مرفوض وغادي يخليك تعيش واحد المشاعر سلبية اللي قوية بزاف. بما أن هاد المشاعر اللي كتحس بها كتجيب لك واحد الألم اللي قوي بزاف، فأنت كتحاول أنك تحمي راسك. كتحمي راسك عن طريق أنك كما قلت كتولي أنت كتهرب من هاد الشخص، أنت كتبلوكيه قبل ما يبلوكيك، أنت كتجاهله قبل ما يبين لك هو التجاهل ديالو ليك. هاد الشيء كامل اللي كدير او هاد التصرفات كاملة اللي كدير هي ما يسمى بالقناع. واحد القناع كنلبسوه باش كيحمينا من اننا نعيشو نفس المشاعر السلبية واننا نحسو بنفس الالم. كنتمنى ان مفهوم جرح الطفولة يكون وضح لكم اكثر من خلال التعريف اللي عطيت ومن خلال الامثلة. بخلاصة احنا فاش كيتكون عندنا واحد الجرح في فترة الطفولة كيوقعوا مواقف كتيرة في حياتنا احنا كأشخاص بالغين اللي كيفكرونا في داك الموقف. يعني انه كاع المشاعر السلبية والمشاعر المؤلمة كتعاود ترجع لينا، وبالتالي كنلبسوا واحد القناع باش نحميو راسنا. القناع هو المفهوم اللي غادي نطرقوا ليه في الفيديو القادم من هذه السلسلة. اذا كنت باغي تعرف اكثر على هذا المفهوم وباغي تفهم كيفاش القناع كيبان من خلال التصرفات ديالنا وكيبان كذلك على الجسد ديالنا، فما عليك الا انك تسنى الفيديو الجاي اللي غادي نحطه قريبا على القناة.